تفتكروا ليه ممكن يكون شكل الكبد متهتك او منفجر وقت التشريح بالشكل ده؟ من الحالات اللي قابلتنا في العمر المتوسط للفراخ انك تفتح فرخة نافق وتلاقي الكبد فيه وتلاقي الكبد جواها فيه انفجار او تهتك مع تضخم واضح والتهاب شديد في الامعاء. اول حاجة بنفكر فيها هي التهاب الكبد الفيروسي واللي بيسببه الادينوفيروس، لان من اعراضه تضخم الكبد وانفجاره، وكمان الالتهاب الشديد في الامعاء او التهاب الامعاء النزفي. طيب بس الحالة دي احنا عملنا لها PCR للادينو وطلع الPCR سلبي، فكده اصبح عندنا الاحتمالات، فده صعب علينا الاحتمالات. فكانت اول الاحتمالات للحالة دي هي حدوث الاجهاد التأكسدي، والاجهاد التأكسدي بيكون ليه اكتر من سبب، زي مثلا الاحتباس الحراري بسبب الحرارة، او الاحتباس الحراري بسبب الرطوبة، او كتر التحصينات ورا بعضها، او حدوث اصابة فيروسية او الخروج من اصابة فيروسية. طيب بيعمل ايه الاجهاد التأكسدي ده؟ بيسبب طبعا تلف في الخلايا، واكتر مكان بيتأثر بالاجهاد التأكسدي هو الكبد. وفي الحالة دي لازم نشتغل بمنشطات الكبد اللي في البرنامج اللي هي الباور فيتا والمنتا، وكمان نبدأ ان احنا واهم حاجة طبعا ان احنا نهتم بالتهوية والحرارة والرطوبة عشان ما يحصلش اي احتباس حراري. تاني احتمال بنشتغل عليه هو وجود سموم في العلف، وفي الحالة دي بنشتغل بمضادات السموم في البرنامج، زي مضادات السموم البيولوجية بيور فاكتور والأورجنت، أو مضادات السموم البيولوجية الكيميائية زي بايو فاكتور. أما الاحتمال اللي بعد كده معانا هو إصابة الطائر بعدوى بكتيرية ثانوية زي الكوليستريديا أو الإيكولاي، خاصة مع أي إجهاد يتعرض له الطائر. بيخلي أي إجهاد يتعرض له الطائر بشكل عام زي إجهاد التحصينات أو الإجهاد الحراري أو الإجهاد التأكسدي، كل ده ممكن إن هو ينشط البكتيريا الضارة ويسبب التهاب الأمعاء، أو ممكن تسبب في فرز السموم في الكبد وبالتالي تسبب هشاشته وانفجاره. وهنا بنشتغل بمضادات البكتيريا في البرنامج زي البايفاكتور والأورجنت والمنتا، لأنهم بيحتوي على السينابيوتكس والفيتوبيوتكس اللي ليهم تأثير قاتل ومثبط للبكتيريا الضارة. وكمان بنشتغل بالباور فيتا لدعم الفيتامينات لصحة الكبد، وبنشتغل على الأورجن فاكتور لاحتوائه على مضادات الأكسدة واللي هي السيلينيوم، واللي بيساعدوا معانا على تنشيط الكبد وتقليل الإجهاد التأكسدي. طيب أعمل إيه في حالة ظهور الشكل ده على الكبد؟ أول حاجة بنعمل PCR للأدينو، خاصة لو الشكل ده ظهر لي بعد تحصينات زي الجمبورو. تاني حاجة بهتم بالحرارة والرطوبة والتهوية، لأن أي خلل في المنظومة دي مع أي إجهاد بيعرض الطائر للإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا. تالت حاجة المواظبة على استخدام الليكويد فيد لرفع المناعة وتقليل الإجهاد الحراري والتأكسدي، بالإضافة لاستخدامنا البايفاكتور والمنتا والبيور فاكتور لعلاج العدوى البكتيرية الثانوية، وكمان استخدام الباور فيتا والأورجنت لتنشيط الكبد ومده بالفيتامينات اللازمة لمنع التأكسد والتلف، بالإضافة لاستخدام مضادات السموم في البرنامج البيور فاكتور والبايو فاكتور والأورجنت. واهم حاجة ان انت تتابع معانا يوم بيوم وتبلغنا بتطورات الحالة عشان نقدر نفيدك. التشخيص الصح بيوفر علينا كتير وبيخلينا نحدد بروتوكولات علاجية مناسبة للحالة المرضية. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة، مع تحيات المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو واجهتكم اي مشكلة تقدروا تتواصلوا معانا على الارقام الموضحة على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.